مشكلة المرضى بتوعنا في مصر، وخاصة أنا باتكلم كمان عن مرضى الصعيد. الpatient في مراحل المرض الأخيرة بيبقى محتاج رعاية من نوع معين، محتاج رعاية خاصة. النهارده وأنا بسمع عن مؤسسة زي هوسبس مصر بنقول فعلا ده احتياج احنا دورنا عليه من فترات طويلة، وفكرته موجودة وكلنا مستنيينها، لكن تطبيقها في كل الأماكن هي دي الحاجة اللي بقت بالنسبة لنا تشالنج أو تحدي احنا مستنيين إن احنا نعمله. النهارده كان فرحتي أكبر إن أنا سمعت إننا ابتدى يبقى ليهم امتداد في محافظات تانية، وهيبقى في تعاون بينهم وبين مركز أورام سوهاج لعيانين الصعيد. أنا بتمنى إن احنا إن شاء الله نبتدي بقوة في الصعيد، وفي محافظة زي محافظة سوهاج تبعد 500 كيلو متر عن القاهرة، فيها تقريبا واحد من أكبر مراكز علاج الأورام في الصعيد، وهو مركز أورام سوهاج اللي أنا بشرف بإدارته. لو بدأنا منها النشاط أعتقد إنه هيمتد لكل الصعيد إن شاء الله. هوسبس مصر، حياة مش أيام.